اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ازيكم يا حبايبي عاملين إيه؟ ازيكم يا أحلى متابعين وأحلى صحاب وأحلى أخوات في الكون، أخباركم إيه؟ باتمنى يا رب إن أنتم تكونوا في أحسن صحة وأحسن حال وراحة بال، اللهم آمين، قولوا آمين يا حبايبي. أول حاجة كده عايزاكم تنزلوا كده سيبوا لي كومنت تصلوا بيه على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وعايزاكم تكملوا الفيديو معايا لحد آخره وإن شاء الله الفيديو يعجبكم النهارده، وتكتبوا لي كده كومنت تقولوا لي إيه رأيكم فيه. وفضلا منكم وليس أمرا أو مشاهدة كده إعلان أو اتنين عشان خاطر القناة ينزل عليها أرباح وربنا يكرمنا كده وربنا يرزقكم ويرزقنا جميعا اللهم آمين يا رب. وأتمنى كده التفاعل على كده الفيديوهات اللي عندي يعني فضلا منكم. طبعا كده عشمنا فيكم خير وعشمي في ربنا وعشمي فيكم كبير جدا جدا. يلا يا حبايب أم ملك يلا شجعوني يلا وتعالوا كده نسمي الله ونخش برجلينا كده اليمين ونخش نشوف النهارده المطبخ بتاعنا. نتوكل على الله. بقالنا كام يوم كده بننزل روتين في الشقة ونضفنا الشقة وعملنا روتينات الشتاء والحمد لله. طبعا دلوقتي بقى دخلنا على المطبخ كده نعمل أكلة حرشة كده حلوة النهاردة. هنعمل بقى محشي كده بقالنا فترة ما عملناش المحشي. من روايح برضو الشتاء الجميل ان احنا طبعا المحشي ده في كل بيت في الشتاء. جو نطرة بقى تبص تلاقينا جايبين الكرنباية كده ونعملها كده وندفي نفسنا وندفي بيها أولادكم. أولادنا جميعا. يلا بقى أنا عايزة أقول لكم النهارده هنعمل بقى محشي. بس أول طبعًا ما قبل ما نخش على المحشي بقى، كان عندنا حبة مواعين كده في الحوض، طبعًا عايزة أقول لكم الفيديو ده كان يعني كان تاني يوم ما أنا كنت مضبّطة الشقة وكنت تعبانة جدًا، فطبعًا سِبت المواعين بالليل ما قدرتش أعملها. أنا كنت طبعًا زي ما أنتم عارفين أنا باخلّص المواعين بالليل، وطبعًا اللي متابعينّي عارفين أنا باخلّص شغل المطبخ بالليل عامةً، مواعين، بوتاجاز، الكلام ده. لكن أنا طبعًا في يعني الفيديو ده لإن أنا كنت باقول لكم كنت عاملة روتينات في الشقة، كنت قالبة الشقة بقى وكده، واللي ما شافش بقى الفيديوهات أتمنى يروح كده يشوفها، روتينات جميلة جدًا ومشجعة، أتمنى تروحوا تشوفوها وتحطوا لنا اللايك بتاعكم الجميل وتسيبوا لنا كومنت كده حلو تشجيع كده منكم لينا. و دلوقتي بقى قُلنا إيه، طبعًا المطبخ بقى كان بقى إيه، فيه مواعين، حبّة مواعين بقى إيه، محترمين كده، وكان في مواعين برضه كانت كنت طبعًا برضه باخُش المطبخ واغسل مواعين مكان مثلًا الغدا، مكان الفطار الصبح ومكوّمة مواعين كتير، أكيد أنتم شُفتوها في أول كده يعني الفيديو، كانت عايزة برضه تترص كده مكانها وتترتّب كده، المهم إن أنا إيه، رصيت بقى المواعين ديّة، طبعًا أنا مجرية المقطع يعني وشِلت منّه حاجات برضه كتير، يعني أنا قُلت كده هاخلّي كده مقطع صغير كده وبعدين أنا بقى هاكمّل تمام، لإن كان في مواعين كتير جدًا. أنا بقى رُحت إيه، رصيت بقى المواعين المهمة وغسلت حبّة المواعين، بقى الناس اللي بتحب بقى غسيل المواعين وغسيل بقى الأطباق كده، يالّا تشجّعوا معانا كده، في ناس يا جماعة بتحب غسيل المواعين جدًا، طبعًا أنا باحب المواعين وباحب باحب أغسل المواعين بس باحب إن أنا أغسلها إيه، لمّا باجي أخُش أعمل يعني أكل، مش باحب إن أنا أكوّم المواعين كده، يعني دخلت أعمل الصبح الفطار لو أنا واقفة حاجة اتبهدلت باحب أغسلها. نفس النظام برضه في الغدا وبرضه في العشا كده باحب كده، وباحب قبل ما بانام باحب إن أنا أشطّب المطبخ بتاعي، وده اللي أنا باعمله على طول، وأتمنى كل بنت برضه تعمل كده زي ما أنا ما باقول لكم كده عشان تقضي على موضوع برضه المواعين، لإن المواعين دي بتكتر لوحدها يا جماعة، يعني بتتكاثر كده لوحدها وهي في قلب الحوض. فأنا طبعًا فصلت معاكم، قفلت كده الكاميرا وأنا كمّلت بقى المواعين دول، وزي ما أنتم شايفين كده عشان خاطر الفيديو ما يطولش عليكم طبعًا، أنا بس قُلت أعمل كده مقطع كده معاكم أشجّعكم عشان خاطر كمان أخواتنا اللي بيحبوا غسيل المواعين. هنا بقى كده البوتاجاز بتاعنا أهوّة كان برضه وسخ زي ما أنتم شايفين، وكنا عاملين ملوخية والبنات كانوا بقى إيه، قالبين عليه ملوخية، أنتم عارفين بقى البنات لمّا بيخشوا المطبخ يعني لازم يبهدلوا حاجة، ما يعرفوش يعملوا كده زينا كده يضبّطوا الدنيا لأ. أنا طبعًا صبّنت كده البوتاجاز أهوّة، ما باعرفش أعمل شغل على البوتاجاز وهو وسخ كده، لازم قبل الغدا أعمله، وبعد كمان الغدا باروح برضه مصبّناه، بيبقى دايمًا كده نضيف على طول، أهو زي ما أنتم شايفين كده. يالّا يا حبايبي كده اللي وصل معايا لحد هنا ينزل كده يوحّد الله ويصلّي على النبي يسيب لي كده كومنت مشجّع كده وحطّوا لي اللايك، ما تبخلوش عليّا باللايك يا حبايبي عشان أنا باتعب جدًا، جدًا وقدّروا تعبي باللايك، اللايك ولا بفلوس ولا يعني حاجة كده بضغطة زرار كده، ما فيش أسهل من كده، بس هو دعم لينا بس. أنا بقى طبعًا هنا زي ما أنتم شايفين كده علّقت على الحلة بقى كده اللي إحنا هنسلُق فيها الكرنب، كنت جايبة كرنبتين كده حلوين وقُلنا إيه هنسلُقهم. كده أنا غسلت كده البوتاجاز وعلّقت على الحلة اللي أنا هاسلُق فيها، بس على ما بقى المَيّة بقى تغلي، قُلت بقى أصبّن كده الحوض مكان المواعين، زي ما أنتم شايفين كده عشان نبدأ نعمل بقى كده الغدا بتاعنا النهارده، هنعمل بقى المحشي بتاعنا الكرنب جميل جدًا، حاجة كده يعني
بتكات أم ملك. خليكم بقى معايا وأنا أقول لكم التكات، كل التكات وكل الحركات عندنا. وطبعا لو انت لسه جديدة معايا خدي كده جولة عندي، إن شاء الله قناتي تعجبك، وفي تكات جميلة جدا هتعجب كل بنوتة لسه داخلة المطبخ، كل بنوتة لسه مقبلة على على الجواز. إن شاء الله ربنا يا رب يسعدكم كلكم يا رب، وتعلموا كده ونتعلم من بعض. طبعًا قناتي بسيطة، مش هاقول لكم يعني إن باقدّم محتوى يعني إيه، يعني محتوى على قد برضه، بس أتمنى إن أنتم تشجعوني وتدعموني. أنا كده الكرنباية بتاعتي زي ما أنتم شايفين كده، أنا باسلقها زي ما هي كده، يعني أنا إيه، باروح مقوّراها كده، يعني أنا باقوّرها بالسكينة وباشيل أي ورق أخضر، وبعدين باروح شاطفاها. أنا باحب أشطفها قبل ما إيه، ما يعني كده أسلقها، وباسلقها زي ما هي كده. إحنا هنا كده زي ما أنتم ما شايفين كده، المَيّة كنا معلقين عليها كرنبتين كده حلوين، الكرنب العسل بتاعنا ده. نعمل بقى أحلى حبة محشي كده تدفي بيهم أولادك، حاجة كده عسل. أهو المية بقى كانت غليت، ضفت بقى ملح، يعني يجي معلقتين كبار كده، وضفت بقى حبة كمون عشان الناس اللي عندها بقى القولون اللي بتتعب من المحشي. ضيفي كده معلقة كبيرة كمون، أو نبدأ بقى نسلقه. الكرنب أول ما بتحطيه يا دوبك ما بياخدش وقت، يا دوبك انت بتحطيه وبتشيليه على طول عشان خاطر ما يبقاش مهري معاكي. تمام كده. ويعني تقلبيها على الجنب التاني اقصد، او زي ما انتم شايفين كده، وانا ببدأ ان انا افككها كده وانا واقفة عشان خاطر ادخل المية توصل للقلب بتاعها من يعني من جوه، عشان خاطر انا سلقاها زي ما هي زي ما انتم ما شايفين كده. يا دوبك هو بياخدش معاكي وقت خالص. اوعي لما تيجي تسلقي كرنب كده تروحي حاطاه وتروحي رايحه تكلمي في قلب التليفون ولا تعملي اي حاجه، اوعي، لازم تبقي واقفه جنبيه كده، انا بقول لك اهو. يعني تقفي كده جنبه وتشيليه، يعني ما بياخدش معاكي وقت خالص يعني. يعني في ناس ما بتعرفش تسلق الكرنب على فكره، اعرف ناس كتير ما بيعرفوش يسلقوا الكرنب خالص، تيجي يسلقوا الكرنب يهروه، مش عارفه ليه. لا انا بقول لكم اهوت طريقة اهي، تقفي ما بتكمليش حاجة، يا دوبك انت بتحطيها وتقلبي على الجنب التاني، ويا دوبك بتشوفي بايدك كده، يعني طريقة معاكي بتروحي شايلاها. ماشية كده يا بنات، تتعلموا معانا. عيب عليكم لما تكوني متابعيني وما تعرفيش تسلقي كده الكرنب. او زي ما انتم ما شايفين كده، انا بقى دلوقتي كده انا هشطفه. انا بحب كده ان انا ايه اشطفه عشان خاطر ما يبقاش ليه ريحة اولا. ولما اجي اعمل برضو ساعات ان انا بعمل مثلا حلة على قد مثلا الغدا، وبعمل حلة كمان صغيرة على قد العشاء. انا بحب ايه اسوي المحشي واطفي ونغرف وناكل بألف هنا يعني. ما بحبش ان انا اكل المحشي بارد عامة، يعني احنا كلنا كده. فبحشي يعني دايما الحلل صغيرة، بعمل حلل صغيرة كده على قد على قد الطاقة زي ما هما يعني بيقولوا. تمام. عشان لو انا سبته كده ما يبقاش ليه ريحة، فلازم ان انا اشطفه. وكمان بتبقى الورقة معانا مهما تقعد، يعني لو انت مثلا عملتيها كده وسبتيها وبتعملي شغلة ومش هتحشيها مثلا دلوقتي، بتلاقي الورقة زي ما هي، مبيبقاش دبلان كده وليه ريحة كده، ولا ما بيبقاش حلو، انما لما تشطفيه كده بيبقى جميل جدا. انا هنا كنت جايبة بقى اوراق، قلنا كده ايه، غيرت بقى، كنت على طول بجيب لهم فراخ، قلت لا اجيب لهم بقى اوراق. لاني عندي البنات ربنا يا رب يحفظهم يا رب، اللي دروسهم واجعاهم ما بيعرفوش ياكلوا الصدور وما بيعرفوش ياكلوا الكتف ولا الكلام ده، فايه قلت خلاص اجيب لهم بقى وراك، وتبقى حتى ايه خفيفه كده يعني تتنضغ كويس، فقلت اجيب لهم وراك بقى المره دي. مع اني مش بحب اجيب وراك على طول، بحب اجيب الفرخه كده بتبقى حلوه، يعني فيها كبده وفيها قنوصه، فيها مثلا اجزاء يعني كده، يعني بتبقى حلوه. لكن ما بحبش ان انا اجيب وراك لوحدها، مش عارفه انا ليه، او ما تعودش ان انا اجيب وراك بس. المهم ان انا دلوقتي بقى ايه هنقطعها زي ما انتم شايفين كده، وهنغسلها كويس بقى، وبعدين هنعمل لها محلول النقع. وزي ما انتم ما شايفين كده، شفتوا يا جماعه القطاعه ديت كانت بنتي بقى. دي بقى اضرار بقى البنات لما بتخش بقى المطبخ، دي بقى بتبقى كوارث، يعني بتخش المطبخ كده تبص تلاقي حاجات تقع تتكسر. يعني ان القطاعه دي كانت هي بتغسل مواعين، المهم لقيتها راحت واقعه، راحت متكسره زي ما انتم ما شايفين كده. وبرده كوبايات والله العظيم، لو دخلوا عملوا عصير لازم يوقعوا الكوبايات يكسروها. برضو القطاعة ديّة جات بتغسلها، بعد جات علّقة راحت موقعاها، راحت اتكسرت. لسه عايزة بقى لمّا أبقى أنزل أشتري حاجات بتاعة المطبخ قريب إن شاء الله كده، هابقى أجيب لي واحدة. بس أنا بصراحة برضه أنا باستعملها، يعني ما باعرفش يعني لازم أستعمل يعني قطاعة. تمام. هو كده، طول ما البنات بتاعتِك كبروا بتلاقي المطبخ كل حاجة باظت. برضه الحِلَل عندي، في حِلَل الإيد بتاعتها باظت والدنيا بايظة عندي. الحمد لله.
ربنا بس يخليهم لينا ويكسروا ويخربوا واحنا ربنا يرزقنا ونجيب. احنا بقى هنا كده الوراك بتاعتنا غسلتها كويس جدا، وشلت كده في كده حتت عامله زي ما يكون الكبده، شبه الكبده، لون الكبده كده، لا دي بتشيليها كده يا جماعه، لازم تخلي الورك كده ابيض كده ما فيهوش اي حاجه. تمام. وهنعمل بقى المحلول النقع بتاعنا. جبت بقى الميه زي ما انتم ما شايفين، حطيت عليه يجي معلقتين كبار ملح ومعلقتين كبار دقيق وحبه خل وايه ليمونه كده معانا، أو زي ما انتم شايفين كده يعني كده القشر بتاعها. وهنضيف بقى الوراك بتاعتنا. طبعا محلول النقع ده انا عملته معاكم كتير جدا، اقل حاجه لو انت مش مستعجله عليها نص ساعه، نص ساعه تبقى حلوه كده. سيبيها بقى تاكلي احلى فراخ، ولا زفاره بقى ولا ريحه ولا اي حاجه. وعلى فكره حته الدهنه اللي هي بتبقى من عند كده الورك ديت انا بغسلها كويس جدا، حاطاه في محلول النقع عشان طبعا انا عايزه اعمل حبه شوربه حلوين عشان اسقي بيهم المحشي بتاعنا. فبسيبها وبسلقها معايا عشان اعمل حبه شوربه كده حلوين. خليكم معايا بقى عشان تشوفوا بقى هنعمل احلى حبة شوربة ازاي. طبعا مش بسلقها على طول. المهم خليكم دلوقتي معانا. دلوقتي انا دلوقتي ايه خرطت بصلايه كبيره عشان طبعا هعمل بقى تسبيكه بقى المحشي بتاعنا الجميل النهارده. المحشي بيحب بقى البصل. انا طبعا بحب البصل يعني بحب اعمل بصل في المحشي، بيديله طعم كده وتسكيره حلوه جميله جدا يعني. عفوا. ف تمام. كنت بقول ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. انا يا دوبك اديت للبصل لون كده، انا مش عارفه هو الكاميرا جايباه غامق ليه، يعني ما بغمقوش اصلا كده. المهم بتحط بقى حبه كزبره وحبه كمون اول ما البصل بياخد لون ذهبي كده، وسنه كمان قرفه. جربوا كمان تحطوا قرفه كده على يعني المحشي بيبقى جميل جدا. يعني حاجه بسيطه جدا يعني ذره خفيفه. وبعدين باروح مجهزة بقى شفشق كده طماطم كبير، ونزلت عليه على بقى البصلة، ورُحت حاطاهم في العين اللي في الجنب دي. هنا بقى كنت بادّي الفراخ بتاعتنا أو كده أو الوراك بتاعتنا الصدمة، معلقتين سمنة وحطيت فيهم الوراك. طبعًا بعد ما أنا ما سِبتهم نقعتهم نُص ساعة. طبعًا الطريقة دي جميلة جدًا. هنا بقى كده بنقطّع بقى الورق بتاعنا زي ما أنتم ما شايفين كده، وإحنا واقفين برضه على ما الفراخ بتاعتنا تاخد لون. باسيبها كده في قلب السمنة تنزّل المَيّة بتاعتها كل السوائل اللي هي شارباها، و واقلّبها كويس. وبعدين هتشوفوا أنا هاحط إيه معاه. كده الكرنب بتاعنا الجميل زي ما أنتم ما شايفين أهو. هنقطّعه بقى وإحنا واقفين كده بسرعة. المحشي ده ما بياخدش حاجة يا جماعة والله، إحنا اللي بنصعّب الدنيا على يعني كده نَفْسنا. لكن هو طالما أنتِ بتخشي كده رتّبي أفكارِك وتعرفي هتعملي إيه الأول، هاعمل ده 1، 2، 3، هتلاقي الدنيا معاكِ خلصت على طول وأنجزتِ كمان. طبعًا المحشي أكلة سهلة وسريعة، بس إحنا زي ما أنا ما قُلت لكم، إحنا اللي بنصعّبها على يعني كده نَفْسنا. سهّلي الدنيا هتلاقي الدنيا معاكِ ماشية حلوة وزي العسل. هنا بقى كده الفراخ الوراك بتاعتنا ما تركّزوش معايا ها. ضِفت بقى عليها طماطماية كده زي ما أنتم ما شايفين وبصلاية، وضِفت بقى معلقة فلفل أسمر، وكمان ضِفت عليها كمون وكام ورقة كده لورا. وكده هنضيف عليها الملح بقى بتاعنا، وهانزل عليها بمَيّة مغلية من الكاتل زي ما أنتم ما شايفين كده. دي كده كانت سليق الفراخ بتاعتنا. بالطريقة ديّة هتاكلي أحلى فراخ معاكِ. عايزة أقول لِك أنا باعملها كده على طول، وتاخدي أحلى حبة شوربة تسقي بيهم بقى المحشي، تعملي حبة لسان عصفور، أحلى شوربة معاكِ، بألف هنا يا رب. هنا كده كانت خلاص التسبيكة كانت خلاص اتسبكت. نزلت عليها بقى بالرز، غسلت الرز كويس جدًا ونزلت على التسبيكة بتاعتنا. أنا هنا كنت نسيت أحط هنا أصلًا التوابل. والله العظيم بجد يا جماعة، رُحت حطيت الرز على طول ونسيت أحط بقى التوابل خالص، يعني أول مرّة تحصل معايا. المهم حطيت بقى إيه، كمون، فلفل أسمر، سِنّة شطة برضه، ما حطيتش كتير عشان ما يبقاش حراق، وملح، وسِنّة قرفة. وقلّبت كل ده كلّه كده مع بعضه زي ما أنتم ما شايفين. ونزلت كمان الخضرة، بس مش عارفة الكاميرا ما جابتهاش ليه، الفيديو أصلًا التليفون كان وقف وأنا باسقط بقى كده الخضرة. المهم إن أنا كده خلاص زي ما أنتم ما شايفين كده، أنا قعدت بقى كده أريّح رجلي شوية، وأقعد بقى نحشي بقى الكرنب بتاعنا العسل النهارده دوّة. وطبعًا زي ما أنتم ما شايفين أنا باعمل بقى إيه، حلة كده على قد كده الغدا، وباحشي كمان حلة لبالليل في وقت العشا بقى كده. عشان إحنا ما بنحبش المحشي بارد خالص. أنتِ برضه حاولي تعملي برضه حِلَل صغيّرة كده لو أنتم إيه، يعني أسرة صغيّرة وكده. أنا بقى دلوقتي هافصل بقى معاكم وهاكمّل أنا بقى باقي بقى الحشو بتاع بقى الكرنب ده. ولو أنتِ لسه ما حطيتيش اللايك بقى أتمنى كده تشجعيني وتحطي لي اللايك فضلًا منكم وليس أمرًا.
وتشجعوني وتدعموا كده القناة بإنكم تشتركوا فيها بإذن الله، و تفعّلوا كده على كام فيديو كده عندي كده، وربنا يا رب يخلّيكم ليّا وما يحرمنيش منكم أبدًا، و ولا من تشجيعكم الجميل. وإن شاء الله كده نفضل عيلة، وعيلة أم ملك تكبر كده بيكم. أنا هنا كده كنت حشيت أهوّة الحلة، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هنا بقى نعلّق بقى عليها زي ما أنتم ما شايفين، طبعًا أنا باصفّي بقى الشوربة كده وأحلى حبّة شوربة، شوربة زي العسل زيّكم يا حبايبي، تستاهل بُقُّكم. زي ما أنتم ما شايفين كده نعلّق بقى على بقى المحشي، بسم الله ما شاء الله. اتفضلوا معانا بقى يا حبايبي أحلى طبق محشي مني ليكم. إيه الجمال والحلاوة ده! إيه العسل ده! تسلم إيدِك يا أم ملك، ما فيش حد يقول تسلم إيدِك كده يا جماعة؟ يالّا يا حبايبي كده أتمنى يا رب لو كان النهارده الفيديو كان كده عجبكم، ما تنسونيش بقى في اللايك والشير، شاركوا الفيديو مع كل أصحابكم، مع كل قرايبكم، مع كل اللي بتحبوه. وربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتي يا رب، ويخليكم ليّا وما يحرمنيش من يعني تشجيعكم أبدًا. أتمنى يا رب يكون الفيديو النهارده يكون كده عجبكم، وإن شاء الله انتظروني بكرة في فيديو جديد ووصفة جديدة وروتين جديد من قناتي وصفة في مطبخي مع ملوكة، وأقول لكم إيه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.